ازاي اوصل لاول دولار؟ قبل ما تدور على شغل في خطوه مهمه، هي خطوه البورتفوليو. هل في نصب في المجال؟ فانت بتفضل تفلتر لحد ما تلاقي حد مناسب من كل النواحي. السلام عليكم. في اسئله كتير بتتسال لي، والاسئله ديت احيانا ما بيكونش عندي ردها. انا دايما مؤمن بفكره ان اللي بيفهم في حاجه يتكلم فيها، وفي حاجات انا بتسالني عن مجالات كتير، مجال مثلا معين انا ما اشتغلتش فيه، سايبر سيكيورتي، داتا اناليسيس، ولكن اكتر حاجه من ساعه ما بدات التشانل لحد دلوقتي وكانت بتتسال مني هي الفريلانسنج. ازاي نكون مبرمجين فريلانسرز، ازاي نشتغل في الفريلانس، المواقع، احسن مواقع نقدر ان احنا نجيب عليها شغل. اسئله كتير قوي عن الفريلانسنج، ولكن مشكلتي ان انا عمري ما اشتغلت ولا يوم فريلانسر، عمري حتى ما حاولت، عمري ما جربت. فانا كنت متابع حد من فتره، لان انا فعلا كنت فان بالطريقه اللي هو بيتكلم بيها دايما، وفوجئت في يوم ان انا قمت لقيته منزل بوست، والبوست ده انا موجود فيه، كان واخد سكرين من فيديو انا كنت عامله اللي هو ازاي بقيت مليونير من البروجرامينج، وكان كتب عني كلمتين جمال جدا. البوست فايرل، دخلنا احنا الاثنين اتكلمنا مع بعض، وعلى الصعيد الشخصي انا اتكلمت معاه لقيته بني ادم محترم جدا ولذيذ جدا في التعامل وامين جدا في كل كلمه بيقولها. ضيف النهارده هو الباشمهندس معتز الصاور، هيكلمنا اكتر عن الفريلانسنج، هيكلمكم اكتر عن كل الحاجات اللي انا مش هقدر ان انا ارد فيها، فانا هنقل له اسئلتكم، وان شاء الله البودكاست ده هتفهم منه الحكايه او القصه بتاعت ازاي تكون او ازاي تعيش هذا فريلانسر من البروجرام. ازيك يا معتز؟ اهلا، الحمد لله بخير. معلش يا معتز، انا عندي ليك سؤال، ده اللي احنا حابين بس نبدا فيه. انت فين في كاريرك حاليا؟ يعني دي النقطه اللي انت واقف فيها دي بتعبر عن ايه؟ او انت مثلا الفتره اللي فاتت اللي انت قضيتها في الفريلانسنج، تقدر ان انت تقول ان انت وصلت لايه او فين في كاريرك؟ جميل جدا. اولا شكرا على المقدمه الجميله ديت. انا اسمي معتز صابر، انا شغال مبرمج مواقع شوبيفاي. مبرمج مواقع شوبيفاي يعني ايه؟ يعني بساعد الشركات اللي عايزه تبيع اونلاين وتعمل موقع تبيع منه المنتجات بتاعتها اونلاين باستخدام منصه او اداه اسمها شوبيفاي. الشغل بتاعي كله كان فريلانسنج. انا بقالي اكتر من 7 سنين بشتغل فريلانسر. بدات على موقع اسمه ابورك، موقع مشهور جدا ومن اشهر مواقع العمل الحر في العالم. بدأت عليه في فبراير 2018، فبقى لي يعني 7 سنين ونص، داخلين في 8 سنين تقريبا. الحمد لله اشتغلت مع عملاء كتير جدا حوالين العالم، اكتر من 100 عميل في امريكا واوروبا وكندا واستراليا وسنغافوره، دول كتير جدا حوالين العالم. واشتغلت طبعا في مصر وفي الخليج. فالحمد لله يعني كل الشغل دوت كان فريلانسنج، ما اشتغلتش في شركات قبل كده، بس الحمد لله يعني قدرت اوصل لعملاء كتير وشغل كتير. حلو قوي. طيب دي حاجه اوريدي انت عملتها او دي انت كسبتها في الاكسبيرينس بتاعتك كام سنه اللي فاتت. طيب انا دلوقتي كعمر مطر انا بحاول اكون مبرمج وفريلانسر، تمام؟ هدفي مش ان انا اشتغل في شركه، ماشي، لان بيبقى في شويه حاجات ما تناسبش. يعني انت مثلا لو طالب، شغل الشركات هيبقى مش مناسب قوي بالنسبه لك. لو حد كبير مثلا في السن بزياده، حد مثلا فوق ال 45 50، الفريلانسنج هيكون اوبشن احسن ليك. لو اوريدي مثلا مش قادر ان انت تشتغل او في مثلا بزنس عيله، حاجات كتير قوي بتمنع البني ادم ان هو ممكن يكون شغال في شركه، ناس ما خلصتش الجيش، حاجات زي دي. او في ناس اصلا اوريدي من البدايه مش عايزه حد يكون متحكم فيها او في حياتها، ففي ناس بتشوف الفريلانسنج خطوه احسن بالنسبه لهم من شغل الشركات، وانا متفهم ده جدا. بس انا ما اعرفش ازاي اكون فريلانسر في البرمجه. يعني انا دلوقتي لو انا خلاص قررت بكره ان انا هسيب شغل الشركات وما اعرفش اي حاجه، البرمجه اتمسحت من دماغي، ازاي اكسب السكيل سيت وازاي اقدر اشتغل في الفريلانسنج واوصل لاول عميل؟ طيب خلينا بس نبدا من البدايه. خلاص انا هعمل شيفت كارير، ايه اول حاجه محتاج، او هعمل شيفت كارير من حاجه بره البرمجه؟ فالنهارده اول يوم ليا بحاول اكون فريلانسر. انت لو مكاني هتعمل ايه؟ لو ما تعرفش، فكورس المنتورشيب بتاعنا نزل يوم 11 نوفمبر اللي فات. الكورس هيكون بيتكلم عن ايه او تفاصيله ايه، انت تقدر تتفرج على الفيديو ده نزل هنا او هنا، ما اعرفش. ولو حابب ان انت تشترك بعد ما اتفرجت على الكورس، هتلاقي فيه تفاصيل الاشتراك كلها في الديسكربشن بوكس. مستنيك نكمل فيديو. جميل جدا. اول حاجه بس عايزين نعرفها ان الفريلانسر نفسه هو مش مجال، هو طريقه شغل. فانت دلوقتي بتبقى فريلانسر في المجال بتاعك، يعني انت لازم يكون عندك مجال، عارف فيه معلومات، عندك فيه شويه خبرات حقيقيه، سواء خبرات مجرد ان انت ذاكرته بس وعايز تشتغل فيه فريلانسنج، بس لازم يكون عندك شويه مهارات قبل ما تبدا تدور على شغل او تدور على ان انت تشتغل فريلانسر. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، لازم اول حاجه المهارات التكنيكال الاساسيه بتاعتك في مجالك، سواء بقى مجالك دوت
برمجه، سواء برنامج دوت جرافيك ديزاين، سواء برنامج دوت مجالك مثلا تسويق، ايا يكن المجال، في مجالات كتير جدا. لازم اول حاجه المهارات التكنيكال بتاعه مجالك، انت تبقى شاطر، بتعرف تقدم حاجه معينه، عندك فاليو معينه العميل بيطلبها انت تقدر تقدمها. بعد ما خلصت المهارات التكنيكال وتعلمتها كويس، سواء بقى اتعلمتها في كورسات، سواء اخدت شويه خبره في شركات او غيره، بعد كده انت محتاج بقى تبدا تدور على شغل فريلانسنج. طيب تبدا منين بقى؟ هو على حسب انت عايز تشتغل فريلانسنج فين او تجيب العملاء منين. انت محتاج عميل، والعميل دوت محتاج يكون موجود في مكان ما، وبعد كده محتاج ان انت تقنعه ان انت احسن واحد يشتغل معاه، وبعد كده محتاج تقفل الديل معاه وتخش مثلا معاه انترفيو او تخش معاه ميتنج وتقفل الديل معاه، وبعد كده خلاص اتفقت معاه، اخدت الديبوزيت، تبدا تشتغل. طيب تبدا تجيب بقى العميل منين وتبدا تقنعه ازاي والحاجات دي كلها. بس في حاجه من بعد اذنك طبعا قطعتك، بس انا في حاجه عايز اعرفها من البدايه. انت دلوقتي كلمتني ازاي توصل للعميل، بس في حاجه انا عايز اعرفها قبلها. ايه المجالات؟ انا دلوقتي فرونت اند انجلر، تمام؟ ده 80% من الاكسبيرينس بتاعتي كانت فرونت اند انجلر. انا عايز اعرف ايه المجالات اللي مطلوبه. يعني انا عارف انت كانش ده سؤالك. ما انا عارف، بس انا دي هتبقى قبل ده اختياري للمجال ده قبل ما بوصل للعميل. يعني انا بختار مجالي الاول وبعد كده هوصل للعميل. فهي اكتر تراكات البرمجه المطلوبه في الفريلانس. انا مثلا فرونت اند انجلر، ايه المجال؟ انا عارف المجالات المطلوبه في الشركات، بس ايه المجالات المطلوبه في مواقع الفريلانسنج بخصوص البرمجه بالذات؟ جميل جدا. طيب بخصوص البرمجه بالذات، في مجالات كتير ممكن تشتغل فيها فريلانسنج. هو عموما كل المجالات تقريبا ليها شغل فريلانسنج، بس غالبا في الفريلانسنج العميل بيميل اكتر ان هو يجيب فرد واحد يمسك مشروع من اوله لاخره. فيعني ده الاكتر، مش الوحيد بس ده الاكتر. فمن المجالات اللي فيها فرد واحد بيمسك المشروع من اوله لاخره ان يكون مش فرد واحد دوت فول ستاك، وات ايفر بقى التكنولوجيا اللي بيشتغل بيها، بس يكون فول ستاك فيقدر يمسك المشروع من اوله لاخره. او يكون مثلا شغال في حاجه زي الوورد بريس او شوبيفاي اللي انا شغال فيها. لو حد ما يعرفش ايه الوورد بريس وشوبيفاي، دول ادوات، يعني يعتبر ادوات شبه جاهزه او بتساعدك ان انت تبني بيها موقع متكامل بطريقه اسهل شويه من الطريقه التقليديه ان انت تبني كل حاجه من الصفر باستخدام الفرونت اند والباك اند وهكذا. فدايما بيبقى الاولويه في الفريلانسنج للشخص اللي هو يجي شخص واحد يعرف يمسك المشروع من اول لاخر. يعني عميل انا عايز موقع بيعمل كذا كذا كذا، انا عايز واحد يجي يخلص لي الشغل ده كله. غير الشركات عندها امكانيه اكتر ان هي تهاير تيم وتهاير ناس كتير تعمل الشغل دوت. هل ده معناه ان الفرونت اند لوحده او الباك اند لوحده ملوش شغل فريلانسنج؟ لا، له شغل فريلانسنج كتير، بس مع نوعيه عملاء مختلفه. يعني هو عموما الفريلانسنج فيه انواع عملاء كتير. الفريلانسنج مش حاجه واحده. الفريلانسنج فيه عميل اللي بيطلب فرونت اند لوحده، في عميل اللي بيطلب باك اند لوحده، في عميل اللي بيطلب فول ستاك، في عميل اللي بيطلب شوبيفاي وورد بريس وويب فلو وغيره وغيره وغيره. بس انا دايما بميل لو انت هدفك الاساسي انك تشتغل فريلانسنج، ان انت تروح ان انت تعرف تمسك مشروع لوحده من اوله لاخره، ده يبقى افضل. يعني ده بالنسبه للمجال البروجرامنج بالذات. بس برضو ناكد ان احنا الفريلانسنج عموما مش للبروجرامنج بس، سواء بقى بروجرامنج، سواء تسويق، سواء ديزاين، سواء ايا يكن المجال اللي انت تختاره يعني. زي الفل. طيب دلوقتي اقدر اقول ان انت كشوبيفاي ديفلوبر فانت برضو شبه فول ستاك، صح كده؟ يعني انت بتقدم برودكت كامل. مظبوط، برودكت كامل. حلو. ففي ده يعني انا فهمت خلاص. انت محتاج ان انت يكون معاك الباكج كلها، او دي انسب حاجه في شغل لكل الناس، تمام؟ بس عشان خاطر تبقى فرصتك احسن محتاج ان انت تكون الباكج كلها اللي هو وان مان ارمي. خلاص يعني انا كل حاجه هقدر ان انا قد ما اقدر ان انا اطلع البرودكت او الاب كله لوحدي. بس كده؟ مش شرط، بس يعني ده بيدي فرصه اكبر شويه، لكن الباقي برضه له فرص. ليش الموضوع الباقي ما فيهوش يعني. لا مش بقول ان الباقي ما فيش فرص، بس احنا بندور على ايه احسن حاجه. بالظبط. تمام. طيب دي كانت اول حاجه انا عايز اعرفها. التاني مثلا، يعني انا دلوقتي خلاص لما سمعت منك الكلام انا عارف التراكات بتاعت الفول ستاك عامله ازاي. انت ضفت لي ليها حاجه وهي الشوبيفاي. فهل غير المجالات بتاعت البرمجه انت اكيد عندك درايه بيها، مثلا ولنفرض انت فرونت اند انجلر مع باك اند دوت نت، دلوقتي بقيت فول ستاك، رياكت ونود، ايا كان، فدي مثلا بتبقى تراكات بتاخد من البرمجه كتير. الشوبيفاي بيبقى الموضوع اسرع واسهل من كده شويه، بس اعتقد او ده اللي انا اعرفه يعني ان هو الشوبيفاي ديفلوبر ما يقدرش يعمل كل انواع الابس، او في مثلا دي بتناسب نوعيه معينه من الابس، او فايه النوعيه اللي انت دايما بتشتغل بيها؟
تشتغل معاها. جميل جدا. شوبيفاي بالذات هو اداه مخصصه عشان تبني بيها اي كوميرس، تبني بيها موقع تجاره الكترونيه فقط، بس كده. متجر تجاره بيع فيه منتجات، هو مخصص لكده بالذات. هو السيستم بتاعه مبني عشان يخدم الفئه ديت من الناس. فانا شغلي كله مع الفئه ديت من الناس بالذات. حلو. يعني دلوقتي احنا اقدر اقول ان هما مثلا اتجاهين، ان انت عايز تعمل حاجه كاستم او عندك فكره معينه عايز ديفلوبر يعملها، فده هياخد اعتقد فول ستاك، عنده تراكات برمجه عاديه هيعمل كل حاجه مثلا ونفرض بايده. وتاني حاجه لو انا مثلا عندي بيزنس معين فهجي لك انت هتساعدني اكتر من اي حد، هتطلع لي البرودكت اسرع من اي حد، واوريدي عندك اكسبيرينس فيه فانت مخصص للجزئيه دي. هم دول الاتجاهين، صح كده؟ انا فهمت صح ولا غلط؟ مظبوط. حلو. انا بقى دلوقتي الاتجاه بتاعك انت، لان انا من وجهه نظري كترجيحي كعمرو يعني، ان لو هبدا في الفريلانس انا كنت هبدا كشوبيفاي ديفلوبر. انا فاهم الفكره بتاعت الشوبيفاي، كنت هبدا كشوبيفاي ديفلوبر، هيبقى انسب لي اكتر. الموضوع مثلا فيه مش هقول اسهل لان مفيش حاجه بتبقى سهله، احنا شغلنا الشغل مش سهل، بس الاكسبوجر اللي فيه عالي والمنافسه فيه من وجهه نظري الشخصيه اقل شويه من التراكات الثانيه. طيب دلوقتي انا اتعلمت، جيت لك وبقيت شوبيفاي ديفلوبر، تمام؟ ازاي او انا محتاج ايه عشان خاطر اوصل لاول دولار؟ جميل. تاني بس باكد ان الموضوع مش حكر على شوبيفاي ديفلوبر يا جماعه، عشان الناس كلها تروح تقول انا لازم اروح ادرس شوبيفاي عشان اشتغل فريلانس. لا، سواء احنا قلنا ممكن في الفول ستاك، ممكن في الموبايل حتى ابلكيشنز، ممكن في الفرونت اند، ممكن في الباك اند، وات ايفر، ممكن حاجات حتى مجالات بره البروجرامينج. طيب انت خلاص ذاكرت ودرست وهكذا، او يعني سواء بقى وصلت لمرحله ان انت خلاص بقيت ذاكرت كويس وعايز تبدا تشتغل، او انت اوريدي حد مثلا عنده خبره في شركات وكده بس ما اشتغلش فريلانسنج قبل كده فعايز يخش عالم الفريلانسنج. ففي الحالتين اللي هو حد خلاص عنده العلم او عنده المعرفه بتاعه المجال نفسه بس ناقصه بقى حته الفريلانسنج. هنا نتكلم ونقول ايه المطلوب بقى في الخطوه اللي بعد كده. طيب انا بالنسبه لي قبل ما تاخد خطوه الفريلانسنج ديت، او يعني خطوه من الخطوات اللي انا برشحها جدا، هي ان انت تقعد مع منتور في مجالك يشوف مستواك ويعرف انت واقف فين، ويشوف يبص على البورتفوليو بتاعك علشان تعرف هل انت اصلا دلوقتي مستواك الحالي دوت كويس او مقبول او ينفع ان انت خلاص انت جاهز ان انت تبدا تشتغل، ولا مشكلتك ان انت لا انت اساسا لسه مش جاهز للشغل، انت لسه في حاجات كتير ما تعرفهاش او لسه محتاج تذاكر اكتر شويه. النقطه ديت هدفها ايه؟ عشان انت لما تيجي تقدم، في ناس كتير بتخش وبتقدم على شغل وبعد كده ما بتقبلش، هي ما بتبقاش عارفه هي ما بتقبلش عشان هي تكنيكال عندها مشكله، ولا عشان هي في الفريلانسنج نفسه في اقناع العميل، في مش عارف تقنع العميل في المهارات بتاعه الفريلانسنج نفسها عندها مشكله، ما بتبقاش قادره تحدد المشكله فين. فلو قعدت مع حد استشاره، سواء استشاره مجانيه لو عرفت، لو استشاره مدفوعه مع حد خبره في مجالك انت، يبص على الجزء التكنيكال بتاعك يقول لك هو انت تمام جاهز للشغل دلوقتي ولا لا، انت بس انت ناقصك 1 2 3، او بيعرفك مستواك فين في المجال بتاعك، يبص على البورتفوليو بتاعك، يبص على شغلك وهكذا. طيب ده يفضل لو تقدر تعمل ده. طيب انا افترض خلاص ان انت اتعلمت كويس وعايز بقى تبدا تدور على شغل. قبل ما تدور على شغل في خطوه مهمه، هي خطوه البورتفوليو، ان انت تعمل سابقه اعمال ليك بتشو الورك بتاعك، بتشو ان انت بتعرف تشتغل. فلازم تجهز بورتفوليو. لو انت اشتغلت في شركات قبل كده ممكن يكون البورتفوليو بتاعك دوت هو شغلك السابق في الشركات، او لو انت ما اشتغلتش في شركات قبل كده او شغلك في شركات مثلا ما تقدرش تعرضه لاي سبب، فانت لازم تقعد مع نفسك تعمل البورتفوليو بتاعك او تجهز البورتفوليو بتاعك. تجهز البورتفوليو بتاعك ازاي؟ ان انت تعمل مشاريع، سواء المشاريع ديت لعملاء حقيقيه او لعملاء فيك او غيره، او حاجه انت بتعملها مع نفسك از اكزامبل، بس انت بتحاول تبني البورتفوليو بتاعك. سواء مثلا عملاء حقيقيه هتقول لي ما انا هجيب عميل منين، ما هو انت يا اما لسه ممكن تعمل مع نفسك بورتفوليو مع نفسك من غير عميل خالص، انت بتاخد ويب سايت مثلا بتقلده، تاخد فكره بتشتغل عليها وهكذا فيك خالص، او مثلا بتدور على عميل حقيقي بس بتعمل له مثلا ببلاش او بسعر بسيط جدا، اللي هو مجرد كانك بتتدرب بس عشان مجرد ان انت تحط ايتم في البورتفوليو. جهزت البورتفوليو، عملت مثلا 2 3 4 ويب سايتس او موبايل ابلكيشنز او وات ايفر المجال بتاعك هو ايه، خلاص انت جهزت البورتفوليو بتاعك وبقيت جاهز ان انت عايز بقى تدور تلاقي عميل منين. طيب في 3 طرق تجيب منهم عميل. اول طريقه هي مواقع الفريلانسنج. مواقع الفريلانسنج هي فكرتها ايه؟ ان هي بتربط الفريلانسر اللي عايز يشتغل بالعميل اللي عايز شغل، وهي بتبقى وسيط في النص وبتاخد النسبه دي بتبقى حوالي من 10 ل 15 او ل 20%،
من المبلغ اللي بيدفع مقابل ان هي بتعرف الاثنين بعض وتضمن الاثنين حقهم وهكذا. فمواقع الفريلانسنج دي اول طريق. تاني طريق هو السوشيال ميديا، وان انت تظهر شغلك على السوشيال ميديا وتعمل بيرسونال براندنج قوي، تعمل حضور اونلاين كويس، بحيث ان العملاء تقدر تشوف وجودك على السوشيال ميديا وتعرف ان انت بتفهم في الواحد اتنين تلاته، وتبدا ان انت تتواصل معاك وتقول لك ان هي عايزاك في الشغل. الطريقه الثالثه هي طريقه الترشيحات او المعارف، او ان انت تعرف حد او حد دوت جاله عميل، فلما جاله عميل فكر فيك وراح يكلمك عشان عايزك انت اللي تنفذ الشغل دوت. فهم الثلاث طرق دول، كل واحده بقى فيها تفاصيل كتير. حلو. طيب دلوقتي احنا قلنا ان احنا عندنا 3 طرق، ان احنا جالك ترشيح، او ان انت عملت بيرسونال براندنج، او ان انت اقنعت عميل اوفرول على موقع من مواقع الفريلانسنج. تمام. هل في نصب في المجال ده، ان انا مثلا ممكن اشتغل والاقي في الاخر العميل راح قايل لي والله مش هدفع؟ جميل جدا. في نصب كتير جدا. فبس في شويه حاجات كده لو خدت بالك منها هتقدر ان انت تتفادى النصب دوت، وتقدر ان انت تعدي بسلام ان شاء الله وتوصل لعميل حقيقي مش عميل نصاب. طيب النصب عموما له اشكال مختلفه. على مواقع الفريلانسنج مثلا في عميل بينزل شغلانه وهو مش عايز حد يشتغل اصلا، هو مجرد بينزل شغلانه وبيغريك بشغلانه سهله جدا وبفلوسها كتير جدا، فانت تقول يا سلام دي حلوه قوي انا اقدر اخش اعملها، ويخش بعد كده يحاول ينصب عليك مثلا بعد ما يخليك تشتغل، يقول لك انت عشان احول لك الفلوس بقى محتاج ان انت اللي تحول لي فلوس، يقول لك سكيورتي بيمنت، ويقعد يقول لك كلام عبيط كده، يقول لك عايزك انت تحول لي فلوس. فطبعا ده نصاب. او العميل اللي بيحاول دايما يطلعك بره موقع الفريلانس، انت دخلت اتعرفت عليه في موقع معين علشان الموقع دوت بيضمن لك حقك، هو عايزك يروح يكلمك على التليجرام او يروح يكلمك بطريقه بره موقع الفريلانس، ده برضه ده نصاب. او ان هو ده اللي هو نصاب خالص بقى، اللي هو اساسا مش عايز شغل اصلا، هو مجرد داخل ينصب بيحاول ياخد منك فلوس. او النصاب الثاني بقى اللي هو ممكن ياخد منك الشغل وما يديلكش حقك او ما يديلكش فلوس، هو فعلا عايز شغل بس هو بيحاول ياخد منك الشغل من غير ما يديلك حقك. طيب كل الحاجات دي تتفاداها ازاي؟ على حسب العميل جاي لك منين. لو العميل جاي لك من مواقع الفريلانس، فان انت تلتزم بالشروط اللي الموقع الفريلانس بيحطها عشان يحاول يضمن لك حقك. ايه الشروط ديت؟ اول حاجه ان انت ما تتعاملش مع عملاء بره الموقع، تخلي ما تشتغلش غير لما العميل يبدا عقد على الموقع. من جوه الموقع نفسه في حاجه ان هو اسمها يبدا عقد على الموقع. عموما في كذا طريقه ان هو يبدا عقد بيها. لو بيبدا عقد بحاجه اسمها العقد بمبلغ ثابت، لازم يكون عامل ديبوزيت او دفع جزء من الفلوس للموقع، والموقع بيحتجز الفلوس ديت لحد بعد كده لما انت تسلم الشغل، بعد كده الموقع بيريليز الفلوس ديت ليك انت. فلازم تمشي على الخطوات اللي الموقع بيريكومندها. طيب ايه اكتر طريقه سهل جدا ان انت تتفادى النصب بيها؟ ان انت ما تتعاملش مع عميل غير لو العميل دوت كان مش جديد على الموقع، العميل ده اتعامل مع عملاء مع فريلانسرز قبل كده. هو ميزه اساسا المواقع الفريلانس ديت ان هي بتدي هيستوري للعميل وللفريلانسر، بتوري الفريلانسر ان العميل اللي انت رايح تتعامل معاه دوت ايه الهيستوري بتاعه، هل هو اتعامل مع فريلانسرز قبلك ولا لا. وبيوري الفريلانسر للعميل برضه ان الفريلانسر دوت ايه الهيستوري بتاعه، هل اتعامل مع عملاء قبل كده ولا لا. لو انت كفريلانسر رحت اتعاملت مع عميل، العميل دوت اتعامل مع فريلانسرز قبل كده، واكيد ده مش عميل نصاب، ان هو لو كان عايز ينصب كان نصب على الفريلانسرز اللي قبلك. فما دام هو اتعامل مع فريلانسرز قبلك على الموقع وما نصبش عليهم، وكمان انت بتقدر تشوف التقييمات بتاعته، العميل ادى الفريلانسر تقييم قد ايه، والفريلانسر كمان ادى للعميل تقييم قد ايه، تقدر تشوف تقييماته وتقييمات الناس اللي اتعاملت معاه قبل كده. فلو هو اتعامل مع عملاء مع فريلانسرز قبل كده وفي ناس اديته تقييمات كويسه، فده بيبقى فلتر كبير جدا 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 ان الراجل دوت تراستد، الراجل دوت مش نصاب على مواقع الفريلانس. ودي حاجه انت تقدر حتى تفلتر بيها الوظائف، تقدر تخش على الوظيفه الفلانيه على وانت بتشوف الوظائف كلها تفلتر كده، انا مش عايز غير العملاء اللي صرفت على الاقل $1 على الموقع قبل كده، اسلم تلغي العملاء اللي ما اتعاملتش مع فريلانسرز قبل كده. طيب ده لو العميل جالك من موقع الفريلانس. طب لو العميل مفيش موقع فريلانس او مفيش حاجه بتتحكم ما بينكم او بتضمن حقكم، لو العميل جالك من السوشيال ميديا او جاي لك من لينكد ان او وات ايفر، بتضمن حقك ازاي؟ بتضمن حقك ان انت تاخد 50% ديبوزيت. انا الصراحه ما بشتغلش ابدا وما بشجعش اي حد ابدا ان هو يشتغل من غير 50% ديبوزيت مهما كان الوضع ومهما كان العميل، الا يمكن الحاله الوحيده اللي انت ما تاخدش فيها 50% ديبوزيت لو الرقم كبير جدا، المبلغ اللي انت هتاخده كبير جدا جدا جدا، ف 50% ده هيبقى رقم كبير قوي، فممكن ساعتها تاخد مثلا 30% ولا حاجه ولا 25% من الديبوزيت. بس عموما طول ما احنا بنتكلم في ارقام صغيره او حد لسه بيبتدي، فلازم ياخد 50% ديبوزيت في الاول قبل ما يبتدي شغل. ده بيضمن ان انت مع العميل جاد ان هو دفع فلوس فعلا، وبعدين ان هو دفع الفلوس فانت بتبقى فهو بيبقى مستني الشغل، وانت كمان مستني عايز تسلمه الشغل عشان مستني بقيه الفلوس. فالدفع 50% في الاول دوت بيضمن الفريلانسر اكتر ان هو هيقدر يسلم الشغل مظبوط.
حلو. طيب احنا دلوقتي عرفنا ازاي من مواقع الفريلانسنج. طيب الجزء بتاع البيرسونال براندنج اعتقد ده طريق بيفرق ما بين شخص للتاني، هو بيعرف يسوق لنفسه كويس ولا لا على السوشيال ميديا. طيب قول لي تجربتك مثلا عن فكره التسويق. يعني انت مثلا دلوقتي يعني شغلك بيبقى اغلبه بيرسونال براندنج ولا اغلبه اب وورك؟ او حتى مش عايز مثلا تقول لي مثلا انت ايه التوجه اللي انت عايز تعمله، بس انا كطريق انهي هيبقى احسن لي او هيجيب لي عملاء اكتر، بيرسونال براندنج ولا المواقع العاديه بتاعت الفريلانسنج وكده؟ جميل جدا. انا لو هنصح حد انا هقول له امشي في كل الطرق. انت ما تعرفش رزقك هيجي منين، انت ما تعرفش، بلاش تمسك طريقه معينه او مثلا موقع فريلانس معين او تشانل واحده في السوشيال ميديا. مثلا التيك توك هنزل عليه كل الفيديوهات بتاعتي وانزل عليه كل الحاجات بتاعتي، او الفيسبوك هنزل عليه كل حاجه، وبقيت كل السوشيال ميديا هلغيها خالص. انا مركز في السوشيال ميديا واحده او مركز في موقع فريلانس واحد. لا، انا شايف ان انت حاول تمشي في كل الطرق. لو انت في الاول حاول تمشي في مواقع الفريلانس، حاول تمشي في السوشيال ميديا والبيرسونال براندنج، حاول كمان تقوي علاقاتك وتمشي في سكه الترشيحات. حاول في كل حاجه لان انت ما تعرفش ايه اللي هيظبط معاك. طيب انا بالنسبه لي شايف الاسهل شويه هو السوشيال ميديا والبيرسونال براندنج. ليه؟ لان هي ما فيش حاجز قوي فيها. طبعا يمكن المواقع الفريلانس المنافسه عليها اصعب شويه، لكن في المقابل نوعيه العملاء اللي هتلاقيها افضل شويه غالبا. مش شرط طبعا، مش شرط، بس غالبا هيبقى موقع، خصوصا لو انت على موقع من مواقع الفريلانسنج الاجنبيه زي بيبقوا ابورك. تكنيكال اكتر، العملاء بتبقى تكنيكال اكتر. وعموما بيبقوا يعني لو انت بتتارجت على ابورك فغالبا هيبقى عملاء مثلا من امريكا واوروبا والدول بره اكتر. لكن البيرسونال براندنج غالبا انت هتكون بتكتب، مثلا لو انت بتكتب على السوشيال ميديا بالعربي فغالبا الكلاينت اللي هيجي لك بالعربي، لو انت حد في الدايره بتاعتك هيبقى مصري. فعلى حسب انت بتارجت السوق الاجنبي ولا بتارجت السوق العربي اكتر. بس نصيحتي لاي حد يعني عموما ابدا يعني حاول امشي في كل الطرق. بلاش تقول انا همسك طريق واحد وهو دوت اللي انا همشي فيه. اخر طريق هو اتكلمنا عنه كان الريكومنديشنز. تمام. والريكومنديشن ديت هي معروفه طبعا، هي فكره ان انت بني ادم بيعمل لك ترشيح. هو في مثلا حد راح مكلمه قال له انا عايز اعمل 1 2 3 وقال لك لا معتز هو احسن حد انا اقدر اعرفه يعني يشتغل في حاجه زي ديت. بس انت ازاي توصل ان انت جيت ريكومندد او ان في حد هو اللي يعمل لك ريكومنديشن؟ ده بتبقى عن طريق شغلك بس ولا بيبقى في طريقه تانية؟ جميل جدا. ازاي توصل ان حد يعمل لك ريكومنديشن؟ هو عموما لازم اول حاجه يبقى عندك شبكه علاقات، لازم تبقى عارف الناس اللي ممكن ترشحك ديت. تاني حاجه ان شبكه العلاقات دي تعرف تثق فيك، فهي عشان تثق فيك لازم يكون في سبب عشان الناس دي تثق فيك. لازم الناس دي تشوف شغلك وتشوف ان انت شاطر، عشان لما حد يطلب منهم ترشيح يفتكروك او يعرفوك او يرشحوك. فانت محتاج الحاجتين، محتاج تبني شبكه العلاقات نفسها، ومحتاج ان انت توري شبكه العلاقات دي ان انت شاطر عشان يرشحوك. طيب تبني شبكه العلاقات ازاي؟ عموما انت ممكن تبنيها اوفلاين واونلاين. انا برشح دايما امشي في الاتجاهين. الناس زي ما في ناس كده تقول لك انا ما بحبش الحاجات الاوفلاين خالص. لا، الحاجات الاوفلاين مهمه. مهم ان انت تنزل ايفنتات، مهم ان انت تتعرف على الناس في المجال بتاعك، مهم ان انت تعرف مين الناس اللي موجودين في المجال بتاعك. سواء الناس ديت ناس مشهوره، ناس متوسطه الشهره، ناس مش مشهوره خالص، بس تبدا انت متواجد في الاماكن بتاعتك. في ايفنت عن البروجرامينج، في ايفنت عن التك، في ايفنت عن الاي اي، في ايفنت عن الماركتنج حتى، بلا بلا بلا. ابدا انزل، ابدا اتعرف على الناس، ابدا اتكلم مع ناس. ولما تتكلم مع ناس دي بقى مهم ان انت النقطه الثانيه ان انت تثبت لهم ان انت شاطر. هو لو انا قلت لهم يا جماعه انا مبرمج مواقع شوبيفاي ديفلوبر، ايوه، انا لو جاي عميل شوبيفاي ديفلوبر ليه ارشحك؟ انا عارف ان انت شوبيفاي بس انا ليه ارشحك؟ انت لازم لما تتكلم مع ناس تقول لهم انت مثلا شغلك عباره عن ايه، اشتغلت مع مين قبل كده، بقالك قد ايه في المجال، توريهم مثلا حاجه من شغلك او توريهم حاجه من ليه انت هتبقى احسن اختيار يعني. بحيث ان انت هم يبداوا يثقوا فيك، تبدا تقوي شبكه علاقاتك هنا وهنا وهنا وهنا، سواء اوفلاين زي ما انت كده من خلال الايفنتات او الحاجات ديت، او اونلاين كمان من خلال السوشيال ميديا. تبدا ان انت برضو خصوصا على لينكد ان وبرضو على بقيه السوشيال ميديا تبدا تضيف الناس اللي في المجال بتاعك، تبدا ان انت تتفاعل معاهم، تبدا ان انت تعرفهم ويعرفوك، تبدا تتعرف عليهم. بحيث ان انت يعني في ناس كتير بتتكسف تتكلم مع حد غريب او ما تعرفوش، ما دام في نفس المجال وما دام تقدر somehow ان انت تبني علاقه كويسه معاه من غير برضو ما تبقى رخم، من غير ما تبقى يعني من غير ما تبقى بتقول كلام ملوش لازمه، بس في نفس الوقت انت عايز ان انت تعرفه بيك وتعرفه بشغلك. يعني
في ناس كتير مثلا بتحب ان هي تضيف حد على لينكد ان في المجال، تبدا تعرفه بنفسها، تبدا تقول له ان هي مثلا انا في الفلاني ومبسوط ان انا مثلا بقيت كونكشن معاك على لينكد ان، وانا احب اعرفك بنفسي، انا في الفلاني اللي بعمل كذا كذا كذا. دي برضو الحاجه انت ممكن، حاجه من الحاجات اللي انت ممكن تعملها، بس ده بشكل مباشر قوي. في حاجات تانية بشكل غير مباشر، ان انت مثلا تبدا على تواصل مع الناس ديت مثلا في المحتوى اللي هم بيعملوه، تتفاعل معاهم في الكومنتات، معاهم في كذا، لحد ما يجي فرصه ان هو يبدا يعرفك، يبدا يشوفك كتير عنده في الكومنتات، عنده يبدا يبقى في فرصه ان انت بعد كده مثلا هو رايح ايفنت، فانت تبدا تروح الايفنت دوت وتتعرف عليه هناك. فواحده واحده بتبدا ان انت تبني علاقات سواء اوفلاين او اونلاين، اهم حاجه ان انت تثبت للناس دي ان انت شاطر وتستحق الترشيح. طيب الترشيح عموما في نوعين، في نوع اللي هو بالحب ماشي، اللي هو انا بس عميل كلمني عايز مبرمج موقع شوبيفاي وانا اعرف معتز بتاع شوبيفاي فخلاص انا هرشحه. وفي ترشيح بيكون بالفلوس او بيد يعني، ماشي، بكوميشن. انت ممكن مثلا انا مثلا اروح اقول لحد، اقول له والله انا مبرمج موقع شوبيفاي وده شغلي السابق، وانا حاليا بدور على عميل، وانت لو في حد عميل في الكونكشن بتاعتك او لو في عميل في النطاق اللي حواليك، والله يا ريت تعرفني، وهيبقى ليك مثلا نسبه كوميشن من العميل اللي هو هيدفعها لي، وبتتفقوا على الكوميشن ديت، ودي حاجه مش عيب ومش حرام، وفي ناس بتعمل كده وشغاله يعني وفيها ما فيهاش مشكله. ده بالنسبه لجزء الترشيحات. حلو، احنا كده عرفنا التلاتة. طيب في حاجة بتبقى أنا شخصيا بتبقى أول حاجة أنا ببص عليها، وهي طيب أنا دلوقتي هختار مجال الفريلانسنج أو إن أنا أختار مثلا مجال الشركات. أنا محتاج إن أنا مثلا لو هقارن بينهم، ففي بيبقى عامل مهم جدا بالنسبة لي في المقارنة، وهي فكرة هل العائد هنا هيبقى هو نفس العائد هنا؟ طب العائد هنا أكبر؟ طب العائد هنا أكبر؟ فلو فرضنا ماشي ان انا دلوقتي انا هشتغل، بحاول ان انا اعلي تكنيكاليتي على قد ما اقدر ان فيلد. لو انا مثلا لقيت بلاقي في البروجرامينج او في الشركات متوسط مثلا اجر السينيور ونفرض 50,000 100,000 في الرينج ده، يعني هو السينيورز في البلد كلهم بيتمحوروا مثلا ما بين من 60 ل 120,000، ده بالنسبه لشغل الشركات يعني، ماشي، اغلبهم. فهل الرقم ده انا اقدر ان انا اعمله از فريلانسر اكتر اقل؟ فده هتبقى برضو وجهه نظر، لان لو اقل مثلا طب انا هحاول ان انا فوكس على شغل الشركات. لو انا اقدر اعمل الموضوع دوت وانا مثلا شغال لوحدي من غير ما حد مثلا يبقى مديني اي ريستريكشن، هيبقى بالنسبه لي احسن فريلانسنج. فالملخص لو انا بتارجت ان انا يبقى عندي دخل في الشهر يساوي $2,000 مثلا او 100,000 جنيه، ده اقدر اعمله بالفريلانسنج ولا لا؟ تقدر تعمله بس مش من اول يوم. يفضل يكون التايتل معبر كويس قوي عن انت بتعمل ايه بالظبط، ويكون في كي ووردز او الكلمات المفتاحيه بتاعت مجالك، يكون في مثلا اسماء اللغات اللي انت بتعملها، يكون في الاسماء الحاجات اللي العميل بيعمل سيرش بيها. يعني مثلا انا في تخصصي انا مبرمج مواقع شوبيفاي، دي بالانجليزي بتترجم شوبيفاي ديفلوبر، لكن في كي وورد مشهوره قوي الناس بتبحث بيها دايما، هي كلمه شوبيفاي اكسبرت. ليه؟ لان شوبيفاي نفسهم بيقولوا الكلمه دي كتير، يقول لك هاير شوبيفاي اكسبرت، اتكلم مع شوبيفاي اكسبرت. فكلمه شوبيفاي اكسبرت دي عباره عن كي وورد الناس بتبحث بيه، هم بيكتبوا، العملاء بيكتب في السيرش شوبيفاي اكسبرت، انا مخلي التايتل بتاعي انا شوبيفاي ديفلوبر شوبيفاي اكسبرت، بحيث ان انا اجيب اسم المسمى الاساسي بتاعي والكي وورد اللي الناس بتبحث عنها، بحط الاثنين جنب بعض. حد تاني مثلا شغال جرافيك ديزاينر، بدل ما يكتب جرافيك ديزاينر كده ويسكت، لا يكتب جرافيك ديزاينر مثلا، يكتب اسماء الادوات اللي الناس بتبحث بيها او اسماء الادوات اللي هو بيستخدمها، يعني مثلا يكتب فوتوشوب، كانفا، مش عارف كذا كذا كذا، او يكتب مثلا التخصص بتاعه اللي هو مثلا سوشيال ميديا، لوجو، بلا بلا بلا، عشان العميل لو دخل هو العميل بيبحث بكي وورد معين، مثلا انت خلاص عارف ان المجال ده العميل بيخش بيكتب كلمه لوجو، ما بيكتبش كلمه، فانت عايز العميل يبقى سهل انه يوصل لك، سهل يوصل لك، فتختار الكلام يكون معبر، وفي نفس الوقت يكون في كي ووردز اللي الناس بتبحث بيها. طيب ده بالنسبه للتايتل. بالنسبه للبايو او الديسكريبشن بتاعك اللي انت بتكتب فيه انت بتعمل ايه، هنا بقى في استراتيجيات كتير ازاي تكتب الديسكريبشن او البايو بتاعتك، لكن الديسكريبشن فيها عوامل اساسيه كده محتاج ان انت تملاها او تحطها. اول حاجه تجنب المقدمات، تجنب الناس انك تكتب في اول الديسكريبشن هاي انا فلان الفلاني، ما هو اسمك موجود في التايتل وخلاص، مش محتاج هاي والحاجات دي، خش في الموضوع على طول واكتب انت بتعمل ايه وايه الفاليو اللي انت هتقدمها للكلاينت. اكتب ان انت مثلا خبره في كذا كذا كذا، بتشتغل على كذا كذا كذا، بتعرف لغات 1 2 3، متخصص لو انت متخصص في مجال معين تكتب ان انت متخصص في مجال كذا كذا كذا، او لو في مجالات مختلفه اكتب المجالات المختلفه اللي انت متخصص فيها، لو خصوصا كمان لو صناعات مختلفه. يعني برضو انا يعني خلينا برضو نفرق ان الكلاينت مش دايما بيكون فاهم سوفت وير،
خصوصا لو احنا بنتكلم عن الفريلانسنج في السوفت وير او حتى في اي مجال تاني في التسويق. الكلاينت ممكن يكون مش فاهم مصطلحات التسويق، فلو مليت الديسكريبشن بتاعك كله كلام غريب، كلام مصطلحات هو مش فاهمها، هو ممكن يقرا الديسكريبشن كلها بتاعتك او يقرا البايو كلها بتاعتك ما يفهمش حاجه. فالعميل مش دايما بيكون شخص تكنيكال، فلازم تكتب الديسكريبشن ديت انت بتارجت الاثنين، بتارجت ان العميل يفهمك حتى لو هو شخص مش تكنيكال، وبالتارجت انك تحط الكي ووردز تكنيكال عشان لو حد بحث بالكي ووردز المعينه دي يعرف يلاقيها. فانت خلي الديسكريبشن البايو بتاعتك فيها كلام مفهوم، مش كله كلام معقد. بلس حط الكلام المعقد برضه، حط الحاجات اللي انت محتاج توضح انت بتشتغل ايه بالظبط، كل الصناعات اللي انت بتشتغل فيها، كل الحاجات اللي انت تقدر تقدمها، ليه يختارك انت. اكتب جوه البتاع عشان انا هقدم لك 1 2 3 4. مثلا مش كل الحاجات على فكره لازم تبقى تكنيكال، وانت برضه ممكن تكتب في البايو حاجات مش تكنيكال. زي ايه؟ زي مثلا ان انت عندك لغه انجليزيه قويه، ان انت بترد بسرعه، ان انت افيلابل ان انت تشتغل في اي تايم زون مثلا، ممكن تشتغل الصبح او بالليل على حسب العميل. لو عميل مثلا من امريكا فمواعيده متلخبطه معانا، انت ممكن تظبط مواعيدك علشانه. في حاجات كتير ممكن تكتبها غير الجزء التكنيكال. وطبعا تكتب الجزء التكنيكال، بتحاول تبين على قد ما تقدر ان انت خبره، بتحاول تبين ان انت هتحل له المشاكل بتاعته ازاي، وتكتب ليه يختارك انت، عشان انت هتقدم له 1 2 3 4 والمميزات كلها اللي انت تقدر تكتبها او اللي تقدر تقدمها. حاول المميزات دي زي ما قلت كده تبقى مفهومه، حتى لو سواء الشخص اللي قدامك دوت تكنيكال او شخص نون تكنيكال. ده بالنسبه للبايو. طيب القسم اللي بعد كده في البروفايل ايه؟ قسم البورتفوليو اللي هو سابقه الاعمال بتاعتك، بتحط فيها كل واحده في يعني بيبقى في مكان في الموقع الفريلانس كده انك تحط كل واحده، تاخد مثلا سكرين شوت، تحط لينك الموقع او لينك، او تحط ترفع PDF او ترفع صوره، تكتب ديسكريبشن عن كل ايتم بورتفوليو بتاعك، تكتب اننا عملنا مثلا موقع بيعمل 1 2 3، ده موقع كذا كذا كذا، اشتغلنا فيها بلغات كذا، طلعنا منه كذا. او مثلا لو حد في مجال تاني مش في البرمجه، مثلا بيرفع ريبورت PDF مثلا بيقول في دي كيس ستادي اشتغلنا فيها مع عميل في التسويق، رفعنا مبيعاته بنسبه كذا، حققنا فيه نجاحات كذا، اشتغلنا من يوم كذا ليوم كذا، سنه كام، شهر كذا شهر كذا، حققنا في الفتره ديت زياده مبيعات كذا 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 وات ايفر. فانت لازم تبقى تحط، لازم يكون في ايتمز في البورتفوليو الشخص العميل يخش يتفرج عليها، يعرف من غير ما يتواصل معاك، هو البورتفوليو بتاعك يكون موجود في الموقع يعرف يبص عليه. وطبعا تحط احسن حاجات عندك، ما تحطش حاجات وخلاص، هو مش بالكتر العدد. انا شايف من اول 3 ايتمز في البورتفوليو ينفع يبقى كفايه. طبعا لو عندك اكتر يبقى احسن، بس عموما البورتفوليو بالكواليتي مش بالكوانتيتي. لو تقدر تحط افضل حاجات عندك ده طبعا يبقى احسن. طيب في اقسام ايه تاني في البروفايل بتاعك؟ ان انت مثلا تحط اشتغلت فين قبل كده، لو اشتغلت في اي وظائف قبل كده بتكتبها، او حتى لو اشتغلت فريلانسنج قبل كده بتكتب انت اشتغلت فريلانسنج قبل كده، حتى لو في مكان تاني وهكذا. بس وبتبدا ده تقريبا كل الاقسام اللي انت بتحطها في البروفايل بتاعك لحد ما تكمل البروفايل بتاعك بنسبه 100%. في الموقع بيقول لك كمل البروفايل لحد ما تملى كل الاقسام، لحد ما تبقى البروفايل بتاعك جاهز يعني انت تقدم على شغل. حلو. طيب حلو، احنا عرفنا الجزء ده بالتفصيل. انا محتاج ان انا طيب دلوقتي شفت عميل، انا دخلت عشان خاطر هو العميل طبعا بيدور عليا وانا كمان بدور على العميل. طيب دلوقتي انا محتاج ان انا ادور على عميل، بدور على عميل ازاي وبكتب له بروبوزل ازاي؟ انا ازاي شفت خلاص ان عميل طالب 1 2 قصادي، طيب انا عايز انا بقى اللي اشتغلها، عايز انا بقى اللي اعملها، ده بيحصل ازاي؟ جميل جدا. انت بتخش على الوظائف وبتبدا تفلتر الوظائف اللي قدامك ديت، تكتب في السيرش، انت بتستخدم الكي ووردز بتاعت مجالك عشان تحاول توصل للوظائف المناسبه، وتجرب كذا كي ووردز لان مش دايما العميل بيبقى عارف هو المفروض يكتب ايه. فمثلا لو انا مثلا في شغلي انا بكتب شوبيفاي، لان شوبيفاي خلاص جاهزه ومعروفه، بس انا بكتب كلمه شوبيفاي بس، ما بكتبش شوبيفاي ديفلوبر، ما بكتبش شوبيفاي ديفلوبمنت، ما بكتبش شوبيفاي ديزاين. ان هو ممكن يبقى مش عارف هو المفروض يكتب، ان هو المفروض مش عارف المفروض يكتب كلمه ديفلوبر، او مش عارف المفروض يكتب كلمه كذا. فانا بكتب شوبيفاي بس، بيجي لي في وسط البحث حاجات ما لهاش علاقه بالديفلوبمنت، مثلا حد عايز شوبيفاي داتا انتري، عايز شوبيفاي ديزاين، عايز شوبيفاي حاجه بره الشغل نطاق الشغل اللي انا عنده، عايز ماركتير لشوبيفاي. بتدور انت بقى. فانا ببدا افلتر يعني. طب انا ليه ما بكتبش شوبيفاي ديفلوبمنت او شوبيفاي ديفلوبر بالذات؟ لان العميل ممكن ما يكونش فاهم، ممكن ما يبقاش عارف ان هو المفروض يكتب
كلمه ديفلوبمنت، فممكن تبقى شغلانه كويسه جدا انت ما تشوفهاش لان انت خصصت كي وورد معينه مش هي دي اللي العميل بيكتبها. حاجه تانية مثلا مثلا حد مثلا شغال فرونت اند، هو شغال مثلا انجلر، فهو مصمم يكتب في السيرش كلمه انجلر، هو ممكن يكون العميل ما يعرفش اصلا يعني ايه انجلر، هو عايز فرونت اند، هو يعرف ان المجال دوت محتاج فرونت اند، لدرجه ان هو ممكن ما يعرفش او مش عارف ان هو المفروض يكتب في حاجه اسمها فريم وركس اصلا، او مش عارف ان هو المفروض يكتبها، او هو عارف ان هو مثلا هو عارف ما الموقع بتاعنا عشان معمول بانجلر، بس يعني هو مش عارف ان هو المفروض يكتب ده في الشغلانه. لان زي ما قلت هو عملاء ساعات كتير بيبقوا نون تكنيكال، هم مش ناس شاطره في البروجرامينج، هم ناس بتوع بيزنس وما يعرفوش المصطلحات دي. فانت ممكن تجرب بكذا كيورد، تجرب مثلا كلمه فرونت اند، كلمه انجلر، بكلمه ويب سايت ديفلوبمنت، كذا كذا، تقعد تجرب حاجات كتير لحد ما تشوف ايه اكتر كي ووردز بتلاقي فعلا بتلاقي فيها الفرص اللي انت عايزها. عملت الفلتريشن بقى، عايز تبدا تقدم بقى. طيب برضو من الفلتريشن الحاجات اللي كنت بنصح بيها ان انت تفلتر كل العملاء اللي ما اتعاملتش مع فريلانسرز قبل كده، ده برضو يعني موجود في الفلتر، ان هم عندهم سواء في كذا طريقه للفلتره ديت، ان هم يكونوا صرفوا في فلتر سهل كده يقول لك ان هو يكون صرف على الاقل $1 على الموقع، فده معناه ان هو اتعامل مع اي عميل قبل كده، او ان هو يكون عامل حاجه اسمها بيمنت فيريفايد. يعني ايه؟ يعني ان هو يكون العميل حط الفيزا بتاعته في الموقع قبل كده، لما هو حط الفيزا بتاعته في الموقع قبل كده ده معناه ان هو ان شاء الله يعني حد مش نصاب او حد كويس. هل معناه ان كل اللي مش حاطين الفيزا بتاعتهم او كل اللي ما تعاملوش مع فريلانسرز قبل كده نصابين؟ لا، في منهم ناس ممكن يكونوا مش نصابين، لكن في الاول حاول تتفاداهم عشان تضمن ان انت في الناس اللي مش نصاب. طيب دخلت بقى تتفرج على الوظائف، هتلاقي كل وظيفه فيها الاسم بتاعها، الديسكريبشن العميل حاطه في الوظيفه ديت، تفاصيل عن العميل نفسه، العميل منين، انهي دوله، العميل صرف كام على الموقع قبل كده. يعني مثلا في عميل صرف $100 قبل كده على الموقع، في عميل صرف $10,000 قبل كده على الموقع، في عميل صرف ما شاء الله يعني في عملاء بيبقوا صارفين $1,000,000 على الموقع واكتر بكتير، يعني فعلا بشوف ارقام رهيبه. وفي العميل اتعامل مع كام فريلانسر قبل كده، والتقييمات بتاعه الفريلانسر ديت عامله ازاي، وهو ادى الفريلانسر تقييم ازاي، والفريلانسر ادى للعميل كمان تقييم ازاي. فانت بتقلب في كل ده. اول حاجه طبعا بتقلب في التايتل والديسكريبشن بتوع الوظيفه، لو لقيت ان الوظيفه ديت انت تعرف تعملها. ومهم جدا ان انت تفلتر الوظائف كويس، علشان يا جماعه في اعتقاد كده عند ناس كتير، انا كل ما اقدم كتير جدا اكيد واحده منهم هتظبط. لا، ممكن ولا واحده تظبط عادي جدا. يعني انت محتاج تفلتر كويس وتقدم على اكتر وظيفه انت حاسس ان هي ممكن تجي لك فعليا، بلاش تقدم وخلاص، بلاش فكره ارمي السي في وخلاص ويمكن تيجي. لا، فلتر كويس وقدم على الحاجه المظبوطه وابذل مجهود في التقديم، عشان يبقى عندك احتماليه ان انت تقدر فعلا توصل لنتيجه. طيب انت دلوقتي وصلت لمرحله ان انت خلاص شفت البايو التايتل والديسكريبشن بتوع الشغلانه، لقيت ان انت مناسبه معاك جدا، وبعد كده تبص على العميل بقى. طب الوظيفه مناسبه معايا جدا، لكن العميل دوت اتعامل مع 3 عملاء 3 فريلانسرز قبل كده، والثلاثه دول كلهم مديهم تقييمات وحشه، وهم مديهم تقييم وحش ومطلعين عين بعض ووحش جدا. لا، ده معلش سيبه وما تقدمش عليه. ماشي. طب عميل اتعامل مع 10 عملاء، عمل 10 فريلانسرز قبل كده، وكل الفريلانسرز قبل كده كل واحد منهم اتعامل اداله $5 و10 دولار ويدوبك ارقام عبيطه جدا، وعميل من الهند وبيدور على حد بارخص سعر ب $5 بلاش ده كمان. فانت بتفضل تفلتر لحد ما تلاقي حد مناسب من كل النواحي، مناسب من ناحيه ان الشغلانه نفسها انت بتعرف تعملها، العميل من دوله كويسه، بلاش الهند بلاش باكستان اتليست في الاول، العميل تقييماته كويسه، حتى لو تقييم واحد كويس ده كفايه. الحاجات دي كلها ده يشجعك جدا ان انت تقدم على وظيفه. عايز بقى تقدم على وظيفه تعمل ايه او تكتب بروبوزال ازاي؟ في بقى هنا في طرق واستراتيجيات كتيره جدا لكتابه البروبوزال، وكل مدرسه او كل طريقه بتقول لك اكتب بروبوزال بطريقه معينه. يفضل تسمع كتير جدا، يفضل تتفرج زي ما قلنا برضو، تتفرج على فيديوهات كتير. لو كتبت حتى على اليوتيوب how to write freelance proposal for Upwork مثلا، هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا 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 ازاي تكتب بروبوزال كويس. تسمع آراء مختلفة، بتشوف examples مختلفة، بتشوف حاجات مختلفة. لكن أنا برضو هقول لك شوية نصايح كده ازاي تكتب بروبوزال كويس. طيب أول حاجة إن أنت تقدم على وظيفة
وجهه نظري يعني اكتر نصيحه مهمه انك تقدم على وظيفه العميل او صاحب الوظيفه دوت كاتب ديتيلز كتير فيها. ليه كاتب ديتيلز كتير؟ لان انت تقدر تستخدم الديتيلز اللي هو كاتبها دي في ان انت تكتب بروبوزال قوي له علاقه بالديتيلز اللي هو كاتبها. لكن لو هو مش كاتب اي ديتيلز مش حاجه تقدر تمسكها وتتكلم عليها. دي اكسبرت ادفايس كده ماشي، ان انت تقدم على وظيفه اللي العميل كاتب فيها ديتيلز اكتر من غيرها. طيب تقدر بقى تبدا تاخد الديتيلز اللي هو كاتبها ديت وتقدر تحول الديتيلز ديت لبروبوزل. تقدر تقول له ان انت تقدر تعمل الشغل اللي هو عايزه ده بالذات. حاول على قد ما تقدر تتكلم على شغلات العميل مش على نفسك. حاول على قد ما تقدر تقنع العميل بشغل بوظيفته هو مش بيك بشكل عام، لان العميل مش هيشتغل معاك غالبا فول تايم ولا لونج تيرم اتليست في الاول لو انت لسه في اول كام شغلانه معاك. فالعميل هيشتغل منك تاسك محدده تاخد منك كام يوم، اسبوع، اسبوعين، فانت محتاج تركز على ان انت بتعرف تعمل التاسك دي بالذات. العميل مش مهتم يعرف الاكسبيرينس بتاعتك كلها، العميل مهتم يعرف انك بتعرف تعمل التاسك اللي هو طالبها بالذات. فهتاخد من الكلام اللي هو كاتبه في الجوب ديسكريبشن وتحوله لبروبوزل ان انت بتعرف تعمل الحاجات اللي هو طالبها بالذات. ويا ريت كمان لو انت تقدر تحط له بروف ان انت او اثبات ان انت بتعرف تعملها. فمثلا لو انت عملت حاجه زيها في موقع قبل كده تقول له انت الشغلانه اللي انت عارضها ديت انا عملت حاجه قريبه منها جدا قبل كده في البورتفوليو في البورتفوليو بتاعي في الموقع الفلاني او في الحاجه الفلانيه. فده دليل او اثبات ان احنا نقدر نعمل لك نفس الحاجه ديت في الشغل بتاعك. عموما اي وظيفه قدمت عليها بتقدم عليها انت عملت زيها بالظبط قبل كده، ده بيخلي الشانس بتاعتك انك انت تكسب الوظيفه ديت اكبر بكتير. ودي تبقى المين الحته المين بتاعتك الاساسيه بتاعتك اللي انت بتلعب عليها في البروبوزل. لو انا عملت الكلام ده قبل كده بالظبط فانا اكيد هقدر اعمله بعد كده زي ما انا عملت للعميل قبل كده او الموقع قبل كده اللي انا كنت بتدرب فيه او في الايتم بورتفوليو بتاعي ان هي كذا كذا كذا. طيب برضو محتاج تعرفه بمميزات الشغل معاك. محتاج تقول له مثلا انت هتستلم مني 1 2 3 4 هتقدر تاخد مني مميزات 1 2 3 4 وهكذا. دي برضو ممكن تضيف حاجه زي ان انت خبره او ليه خبره. لو انت عندك مثلا واخد اي تقييمات سابقه في الموقع هتقول له مثلا انا واخد تقييمات سابقه في الموقع فانا كذا كذا كذا. او لو انت مش واخد تقييمات سابقه في الموقع بس انت اشتغلت مع عملاء بره الموقع تقول له انا اشتغلت قبل كده مع كذا وكذا وكذا بره الموقع. او لو انت ما فيش بقى الحاجات دي خالص تقول له ان انا اكسبيرينس في القويه في الجزء اللي انت طالبه دوت من غير ما تقول ان انا اشتغلت عدد شغلانات اكس او كذا بس انا اكسبيرينس في الحته ديت. انت بتحاول قد ما تقدر تبين له ان انت فعلا عندك الخبره وعندك الخبره العمليه في الجزء دوت. وبتدي له لينك البورتفوليو بتاعك او لينكات البورتفوليو بتاعك الموست ريلاتيف الاكثر ليها علاقه بالكلام اللي انت مقدمه. وبتحاول تكتب بقى الاستراكشر بتاع البروبوزل على قد ما تقدر بحيث ان هو يكون مقنع اكتر للعميل. طبعا زي ما قلنا في استراتيجيات كتير عشان تكتب دوت بس انا بقول لك خلاصه كده ايه اهم الحاجات اللي انت محتاجها تكون في البروبوزل بتاعك. حلو. تمام، احنا كده خلاص احنا عرفنا احنا هنعمل ايه في الموقع. طيب انا بس كنت عايز اسالك عن حاجه يعني لو انت مثلا في 10 وظائف انت بتلاقي في الويب ديفلوبمنت عموما ويب ديزاين او ويب اي حاجه، بتلاقي مثلا منهم قد ايه دي افكار مثلا مالهاش علاقه بشوبيفاي وبتلاقي قد ايه ليها علاقه بشوبيفاي. لو انت بتدور في الكيوردز بتاعت ان حد عايز يعمل ويب سايت مش سبيسيفيكلي عارف ان هو داخل يقدم حاجه شوبيفاي. طيب هو انا شغلي بالذات محدد قوي يعني انا ما بشتغلش غير في نطاق شوبيفاي. فانا لما ببحث دايما ببحث عن نطاق شوبيفاي بالذات مش ببحث بشغل عام. لكن عموما عدد الوظائف في شوبيفاي بالذات اقل طبعا من عدد الوظائف العامه بتاعت الويب سايت لان شوبيفاي هو برانش او جزء من الويب سايت بشكل عام. فانت لو كل ما بتتخصص اكتر كل ما بيكون عدد الوظائف اقل. كل ما بتتخصص اكتر كل ما يكون عدد الوظائف اقل. يعني انت لو اتخصصت في تخصص فريد جدا 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 مفيش حد بيعرفه غيرك انت و100 واحد كمان فهتلاقي عدد الوظائف فيه اقل. طيب ايه ميزه ان انت تتخصص في تخصص فريد او تخصص في تخصص قوي؟ الميزه ان انت في الناحيه يعني عدد الوظائف اقل بس في الناحيه الثانيه عدد الفريلانسرز او عدد الناس اللي بتشتغل اقل برضه. فبتلاقي ان هي نسبه وتناسب بحيث ان انت ممكن تلاقي ان انت لما تتخصص في تخصص فريد انت ممكن تبقى فرصتك اعلى رغم ان انت عدد الشغلانات اقل بس عدد الناس اللي بتشتغل في المجال دوت اقل فبالتالي فرصتك بتبقى اعلى. انا عن نفسي بحب كده. انا عن نفسي بحب ان انا اكون متخصص في تخصص فريد شويه او معين شويه لان دوت بيخليني ابعد شويه عن المنافسه واتخصص في حته ليها جمهور محدد.
حتى الموضوع ده على فكره مش لازم يبقى لغه معينه، يعني مش لازم لغه معينه، ممكن يبقى قطاع معين او ممكن يبقى اندستري معين. يعني مثلا حد شغال فول ستاك بس هو متخصص في تصميم مثلا المنصات التعليميه، فهو قال انا كان اتخصص في التخصص دوت وقعد يعمل بيها شغل كتير جدا، بحيث ان هو كل ما يجي عميل عايز منصه تعليميه فهيحس ان هو عامل الموضوع دوت كتير جدا قبل كده، لان هو تخصص في القطاع دوت. او مثلا واحد تخصص زي ما انا مثلا متخصص في التجاره الالكترونيه، قطاع الاي كوميرس، او واحد تخصص مثلا في قطاع مثلا الناس اللي عايزه بورتفوليو مثلا، او الشركات اللي عايزه موقع تعريفي بيها او وات ايفر، او مثلا قطاع الطبي متخصص ان هو يعمل سيستم للدكاتره مثلا للحجوزات والحاجات دي كلها. هنا انت يعني بدل ما تتخصص في لغه معينه انت تخصصت في قطاع معين، ده برضو احد اساليب التخصص. انا مع التخصص شويه، الموضوع ده يمكن ناس كتير مختلفه فيه، في ناس تقول لك لا ما تتخصصش خالص، وفي ناس مع الموضوع ده جدا وفي ناس ضده جدا. لكن انا شخصيا مع التخصص، بس يعني مش بفرض رايي على حد، يا جماعه كل واحد يعمل اللي هو عايزه. انا كمان بحب التخصص. يعني مثلا احنا از فرونت اند مثلا او اغلب الناس لما بتخش الفيلد عن طريق الرياكت فريم ورك. فانا اخترت الانجلر. هل انا مثلا ما بفهمش رياكت؟ لا، اوريدي انا بالفعل اصلا اشتغلت رياكت قبل كده، بس ليه اخترت الانجلر؟ علشان خاطر بيبقى سبيسيفيك اكتر، بيبقى بشوف الشغل بتاعه مثلا اقل مش زي الرياكت والكلام دوت، ولكن بتبقى منافستي الدنيا فيها بتبقى في الحماده خالص، بتبقى الدنيا سهله يعني. طيب انا دلوقتي احنا كده فهمنا احنا اوفر الموقع من اوله لاخره. انا بقى عندي درايه على الاقل خالص، انا ممكن اخد الحلقه دي كريفرنس او البودكاست ده كريفرنس ان انا هخش جوه اعمل ايه بالظبط. طيب دلوقتي انا عايز اعرف حاجه كمان. طيب دخلت على المواقع، طيب الجزء بتاع البيرسونال براندنج الستبس مثلا بتاعته عامله ازاي؟ جميل جدا. احنا دلوقتي يعني ده بقى بعيد عن المواقع خالص، نمسك بقى السوشيال ميديا ولينكد ان. لينكد ان از السوشيال ميديا، لان لينكد ان في منه جزئين، في جزء التقديم على الوظائف العاديه اللي هي الجوبس، ان هو لما تخش مثلا تكتب في السيرش فرونت اند او فول ستاك او شوبيفاي او وات ايفر، بيبقى فلتر بالجوبس، فهنا انت بتشوف شركات منزله وظيفه كامله، ده اللي اغلب الناس بتقدم فيه على شغل من المكان دوت. بس المكان دوت مش هو المكان الوحيد في لينكد ان. لينكد ان يعتبر في نفس الوقت هو سوشيال ميديا، هو زيه زي الفيسبوك، زيه زي الانستجرام، في بوستات انت بتنزل بوست وحد بيرد عليك كومنت، وفي ريبلاي او ريبلاي، وفي مسجات. هو توتال السوشيال ميديا عادي خالص، زي اي سوشيال ميديا تاني. الجزء ده السوشيال ميديا عموما سواء سوشيال ميديا او لينكد ان، انت لازم تكون متواجد وعامل بروفايل قوي فيها علشان تقدر ان انت تعمل فيه، تظهر فيه نفسك او تعمل تسويق شخصي او بيرسونال براندنج لنفسك، عشان تعرف المحيط اللي حواليك وتبدا تكبر كميه الناس المتابعين ليك، تبدا تعرف الناس ان انت يا جماعه انا فلان الفلاني اللي بيعمل الحاجه الفلانيه. طيب كل ما تبدا تكبر القاعده الجماهيريه بتاعتك ديت، كل ما تبدا الناس تشوفك اكتر على الفيسبوك، على انستجرام، على تيك توك، على يوتيوب، على لينكد ان، بتنزل محتوى عن المجال، فبتوضح للناس ان انت فاهم في المجال ده، بتنزل فيه بوستس، بتنزل فيه ريلز، بتنزل فيه محتوى ايا كان شكله ايه، بتجاوب فيه على اسئله في مجالك، بتتكلم فيه عن المجال، فبيبدا الناس تعرف ان انت قوي في المجال دوت، فيبدا ان في عملاء يبداوا يكلموك من الحته دي. تبتدي بقى ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبدا تمسك كل السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتك، في سواء بقى فيسبوك، اكس اللي هو تويتر، انستجرام، وهكذا. تبدا ان انت تعمل عليهم الشخصيه بتاعتك او البيرسونال براندنج بتاعك. طيب اول حاجه ايه؟ طيب نفس الكلام، نبدا بالصوره كويسه، لازم تبقى صوره بروفيشنال، نفس كل الكلام اللي قلناه قبل كده. لازم تبقى صوره بروفيشنال، لازم تبقى واضحه فيها شكلك كويس، لازم تبقى حاطط صورتك اصلا، لازم تبقى صورتك لوحدك مش صورتك مع صاحبك ولا ابن عمك ولا الحاجات الغريبه اللي بنشوفها ديت ولا صورتك مع القطه اللي بتحبها والحاجات دي. صورتك، اسمك، السوشيال ميديا بتسمح لك انك تحط اي اسم ليك، فحط اسم مميز. لو انت اسمك لوحده مميز خلاص انت مش محتاج تحط حاجه غير اسمك. انا مثلا اسمي معتز صابر، غالبا انت ما تعرفش حد في حياتك اسمه معتز صابر غيري، فده تمام. طب لو انت اسمك احمد مصطفى مثلا، ده اسم عام جدا، فيه 500، انا عارف 500 واحد اسمه احمد مصطفى فهنا لازم يبقى اسمك مميز شويه، يا اما تجيب اسم الجد مثلا تحطه، يا اما تحط اسمك ثلاثي، يا اما تشيل اسم الاب خالص تحط اسم مثلا الجدود مميز شويه. عايزين اسم يكون مميز شويه بحيث الناس لما تقراه تفتكره او تعرفه.
تالت حاجه البايو بتاع السوشيال ميديا. مثلا الفيسبوك بيدي لك كده سطرين 3 تكتبهم. نفس الكلام في تويتر مثلا اكس. نفس الكلام في كذا بلاتفورم بيدي لك سطرين 3 كده تكتب فيهم البايو بتاعك. البايو بتاعك ده يا جماعه مهم جدا 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 جدا. البايو ده مش مكان ان انت تكتب فيه الجمله اللي انت بتحبها ولا حاجه مفضله ليك ولا الكلام ده كله. المكان دوت احسن حاجه تكتبه فيه، تكتب فيه انت بتشتغل ايه وانت بتقدم ايه في البروفايل، او تقدر مين اللي يستفيد منك، او انت بتقدم ايه عموما. فالبايو دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. يعني انا كاتب مثلا في البايو بتاعتي ان انا مبرمج مواقع شوبيفاي. خلاص اي حد دخل بروفايلي بص الاسم بتاعي، شاف صورتي، بص على الاسم، اول حاجه دي على طول هيلاقيها في البايو بتاعتي هي ان انا مبرمج مواقع شوبيفاي، هيعرف انا بعمل ايه. بعديها انا كاتب بقى حاجات اكتر زي مثلا ان انا بتكلم عن كذا وكذا كذا، بتكلم عن الفريلانس والشغل والبيزنس والبرمجه والتصميم وهكذا. فانا بعرف اكتر انا بتكلم على ايه في البروفايل. في حد تاني ممكن يقول لك انا بساعد مين، مثلا حد كاتب يكتب مثلا مثال برضو على بايو، مثلا حد بيشتغل، انا بشتغل مثلا ميديا باير مثلا، بيساعد البراندات ان هي تبيع اكتر من خلال اعلانات الممول مثلا. فبتكتب بشكل مختصر جدا انت الشغلانه بتاعتك ايه وانت بتعمل ايه او بتقدم ايه. طيب ده كده بمثابه التايتل بتاعك في مواقع الفريلانس. ده مكان مهم جدا 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 عشان كل الناس هتقراه. طيب بعد كده نخش على البوست المثبت. خلاص انت حد دخل بروفايلك، شاف صورتك، شاف اسمك، شاف البايو، اول ما يعمل سكرول على طول بيشوف اول بوست ليك. فلازم تحط بوست مثبت عشان ما يبقاش دايما بيشوف اخر بوست ليك وخلاص، اللي هو ممكن يبقى بوست عشوائي جدا. فكل ما حد يخش على بروفايلك يشوف بوست غير التاني ويبقى الموضوع عشوائي. لا انت عايزه يبقى منظم، عايزه ان دايما يبقى فيه بوست مثبت. البوست المثبت دوت انت بتعرف فيه انت مين. يا اما انت بتكتب بوست بنفسك، يعني مثلا بتحط مثلا ممكن تحط سيرتك، ممكن تحطه من غير صوره عادي، تكتب فيه انا مين وبعمل ايه وبقدم ايه وخبرتي ايه واشتغلت في ايه وهكذا. انت بتكتب الناس اللي انت عايز الناس تعرفوا عنك. انت مين، خبرتك ايه، بتشتغل ايه. لو انت عندك خبرات كبيره اكتب خبراتك، اكتب انا اشتغلت في كذا وكذا وكذا وكذا، وحاليا بشتغل كذا وبقدم محتوى مثلا بتكلم عن كذا وكذا وكذا وهكذا. طب لو انت ما عندكش خبرات كتير خلاص مش هتتكلم عن خبرات سابقه، بس هتتكلم عن انت بتقدر تقدم ايه في المستقبل. تقول مثلا انا والله انا بقدر اقدم مثلا انا مبرمج مواقع مثلا فول ستاك، بشتغل بلغات برمجه كذا كذا كذا، اقدر اساعدك لو انت عايز تعمل موقع مثلا في الصناعات كذا، في قطاعات كذا كذا كذا، لو عايز تعمل مثلا موقع بورتفوليو، لو عايز تعمل منصه تعليميه، لو عايز تعمل اي كوميرس، لو عايز تعمل بلا بلا بلا. انت بتبدا تعرف انت مين وبتعمل ايه وتكتب بقى هنا مساحه الحريه بتاعتك. طبعا بص مثبت بيبقى بوست طويل، فانت عندك المساحه والحريه ان انت تكتب تعرف بنفسك كويس وتكتب كل الدليل، تكتب كل الحاجات اللي الشخص ممكن يتواصل معاك فيها، وتكتب مين الشخص البيرفكت اللي هو يتعامل معاك. يعني مثلا عندي مثال تاني، مثلا واحد مثلا في مجال التسويق بيقول مثلا انا بساعد البراندات اللي لسه بتبدا ان هي مثلا تبدا تعمل اول اعلانات مموله ليها. واحد تاني مثلا يقول لك في مجال التسويق مثلا يقول لك لا انا بساعد البراندز اللي بتبيع اكتر، مثلا اللي بتعمل اعلانات مموله بتصرف في الشهر اكتر مثلا من $5000 فيما فوق. فانت بتبدا تحدد مين التارجت بتاعك او مين الاودينس بتاعك او مين اللي هيستفيد منك، سواء بقى في القطاع ايه، سواء في الشغل ايه وهكذا. او مثلا انا مثلا مبرمج موبايل ابلكيشن وبساعدك تعمل موبايل ابلكيشن للاندرويد والاي او اس، وهيكون فيه مميزات 1 2 3 وهكذا وكذا وكذا. تقدر تتواصل معايا لو انت عايز مني كذا كذا كذا. في ناس كمان بتحب تحط طرق تواصل، مثلا ممكن تحط الواتساب او كده، او بس انك تتواصل على الخاص مثلا على الفيسبوك او حتى على اللينكد ان مثلا. برضو اللينكد ان فيه موضوع البوست المثبت الفيتشرد بوست وهكذا وهكذا. ده بالنسبه لي ده اهم حاجه محتاج تفكر كويس فيه تكتبه ايه وهكذا. طيب ده بالنسبه للبروفايل دوت. انت عشان تعرف تعمله ازاي، بص للناس التانية بتعمله ازاي، خش على الناس المعروفه في مجالك او المشهوره في مجالك وشوف هم كاتبين ايه. شوف هم في البايو كاتبين ايه، كاتبين في البوست المثبت بتاعهم ايه. شوف اكزامبل واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين، وعشان تبدا تاخد فكره الناس بتستخدم الحاجات ديت ازاي. طيب ده بالنسبه لشكل عام للبروفايل بتاعك. بعد كده بقى نخش على المحتوى. بقى محتاج بقى تكتب محتوى كتير، سواء محتوى بقى مكتوب او فيديوز او ريلز او هكذا. محتاج ان انت تكتب محتوى كتير عن المجال بتاعك وعن عن انت بتعرف تعمل ايه
سواء بقى المحتوى دوت فيه طبعا بقى فيه انواع كتير وفي حوارات كتير، سواء المحتوى دوت بقى مثلا نصايح للناس اللي في المجال او نصايح للعملاء، سواء العملاء اللي عايزين يعملوا مواقع مثلا، فمثلا تكتب لهم نصايح لو انت عايز تعمل موقع على كذا كذا كذا، فمهم ان انت تبقى واخد بالك من كذا 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 كذا، او لو انت عندك موقع على كذا خلي بالك في تحديث ابديت جديد نزل، ممكن تقدر تستخدم كذا عشان تعمل كذا. ففي كلام بيبقى ممكن موجه لزميلك في المجال، او اللي انت حد مثلا عايز يخش نفس مجالك، او حد عايز يتعلم حاجه معينه وتوجه له كلام. ده حاجه. في حاجه تانية اللي هو انت بتوجه الكلام للكلاينت بتاعك، اللي هو البيرفكت كلاينت بتاعك، اللي هو مثلا عايز يعمل ويب سايت او عايز يعمل كذا كذا، او عنده اوريدي ويب سايت ومحتاج مثلا تعديلات، او عنده تسويق، او عنده عايز جرافيك ديزاينر او كده. فانت بتبدا تدي له نصايح ليه هو، موجهه ليه هو، وبتدي بقى تبدا تنشر المحتوى بتاعك وتحاول ان انت تستمر. طبعا الاستمراريه مهمه جدا جدا جدا، لان انت عمرك ما المحتوى بتاعك هينتشر من اول بوست ولا اول 10 بوستس ولا اول 30 بوست. انت محتاج تقعد تنزل 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 كتير، ومحتاج تتست طرق مختلفه، شويه بوست شويه فيديوز شويه نصايح شويه كذا شويه كذا، وتبدا تحاول تنزل على قد ما تقدر. هيبقى كويس جدا لو انت خدت فكره عن كتابه المحتوى، لو اتفرجت مثلا على شويه فيديوهات على اليوتيوب بتتكلم عن كتابه المحتوى نفسها، كوبي رايتنج، ازاي تعمل كوبي رايتنج كويس، ازاي تكتب عموما بوستات كويسه، الهوك اللي بيبقى في اول البوست او اول الفيديو، الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي بتساعد عشان تقدم محتوى افضل. في مثلا الكومنتس، الكومنتس دي اداه مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل في البيرسونال براند. يمكن الكومنتس اللي انت بتكتبها اهم من البوستس او اهم من الريلز او اهم من الفيديوز اللي انت بتعملها. ازاي؟ هقول لك. انت دلوقتي لما تخش على حد مثلا مشهور في مجالك منزل بوست بيعرف حاجه معينه او بيقول على حاجه معينه، مثلا ابديت جديد في اداه بتاعت اي اي مثلا، وانت شفت الابديت دوت قبل كده او عندك فكره عنه، او بيتكلم مثلا عن حته تكنيكال في المجال بتاعك، الحته دي انت عارفها او درستها قبل كده او عندك فكره عنها وهكذا. فانت لما تكتب كومنت على البوست دوت، الكومنت دوت الناس بتقرا البوست، اغلب الناس بعد ما تقرا بوست انترستنج بالنسبه لها بتخش تشوف الكومنتس وتشوف الناس اللي كاتبه. فانت لما تكتب كومنت هنا مفيد بيضيف فاليو على الحاجه اللي في البوست، او بتتناقش في حاجه مع الشخص بتاد فاليو، بتبين ان انت فاهم ماشي. فالناس لما بتقرا الكومنت دوت ده حد فاهم، ده حد اضاف حاجه مهمه للبوست او اضاف فاليو كويسه للبوست، فبيدل ان الشخص ده فاهم. طب مين الشخص ده؟ اما اخش كده افتح البروفايل بتاعه، فلما اخش اعمل افتح البروفايل بتاعه ابدا اشوف الاسم والصوره والتايتل البوست مثبت، ده شكله حد بيفهم، لا انا عايز اتابعه، يلا اعمل له فولو. فواحده واحده يبدا الناس الجمهور بتاعك يزيد من خلال الكومنتس اللي انت بتكتبها، سواء الكومنتس اللي انت بتكتبها دي عند حد، ناس في المجال بتاعك، ناس مشهورين مثلا في المجال بتاعك او كده، اصحاب شركات، ناس في نفس مجالك، بلا 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 الكلام ده كله، او حتى على جروبس بتاعت السوشيال ميديا، او الجروبس بتاعت الفيسبوك، او المجتمعات اللي هي في تويتر، الكوميونيتيز. برضو الكومنتس بتبقى مهمه جدا. يعني مثلا حد بيسال، خلينا نتكلم بقى عن الكومنتس بشكل افكتيف اكتر. حد بيسال مثلا يا جماعه انا عايز اعمل موقع، مثلا حد كاتب جروب على بوست بيقول يا جماعه انا عايز اعمل موقع منصه تعليميه، محتاج مبرمج يعمله لي مثلا. هتلاقي الكومنتس كلها تواصل معايا، كلمني، ادي لي حاطط رقم الواتساب ويسكت. دي كلها كومنتس مش فعال، كومنتس عاديه، كومنتس بتقلب فيها كده ما بتقفش عندها ماشي. طيب انت تكتب كومنت فعال لما تكتب مثلا، طيب انت المنصه التعليميه ديت تقدر تعملها بكذا طريقه، ايا كان المنصه، فانت عندك اوبشن كذا وكذا وكذا، الاوبشن ده هيكلفك كذا بس او هيبقى غالي شويه بس مميزاته 1 2 3، او عندك اوبشن انك تعملها كاستم كودينج والاوبشن ده هيكلفك كذا بس مميزاته وعيوبه كذا، او عندك اوبشن انك تعملها بكذا كذا كذا وهيبقى مميزاته كذا وعيوبه كذا. دلوقتي لما حد يقرا الكومنت ده، سواء صاحب البوست نفسه او حد عموما بيألف كومنتات، هيحس ان الكومنت دوت فاليبل جدا، لا الشخص ده فاهم، الشخص ده شاطر، الشخص ده انا ممكن عجبني الكومنت لدرجه ان انا ممكن اخش اساله انا عايز منك شغل، او انا محتاج منك حاجه زي كده. ساعتها هيسيب كل كومنتات الناس اللي بيقول لك كلمني 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 ويجي يكلمك انت. ليه؟ لان انت الوحيد اللي ما قلتلوش كلمني بقى، انت الوحيد اللي قلت له اديته فاليو حقيقيه، الفاليو دي خليته هو اللي راح يكلمك. هو ده اللي بتحاول نعمله عموما في البيرسونال براند، ان انت تقدم فاليو قويه، فحد يشوف ان انت فعلا بتقدم حاجه كويسه فيخش يكلمك ويبدا يتواصل معاك.
وفي الاخر بعد ما سمعنا ازاي تكون بروجرامر وازاي عرفت بعد 4 سنين او 5 سنين اكتر سؤال انا بساله وما بعرفش ارد عليه هو كل الاسئله اللي بتبقى عن الفريلانسنج في مجال البرمجه. فباشمهندس معتز هو كان اكتر يعني كفى بكل الاسئله اللي انا كان ممكن حتى تيجي في دماغي او اللي كنت بتسال فيها في الكومنتس. فهو قال كل حاجه. لو انتوا عايزين تتابعوه اكتر من كده وتعرفوا منه اكتر من كده وده المجال اللي انت مهتم بيه، فانا من وجهه نظري الشخصيه ان هو هيكون من اكتر الناس اللي هتفيدك وهتفرق في كاريرك. هتلاقوا اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بلاتفورم موجوده في الديسكربشن بوكس تحت. وبشكرك مره اخيرا كنت موجود معايا وبس كده.